اسمع المشهد ده من فيلم سبايدر مان وقول لي فهمت ايه. Think you're pretty funny, don't you, freak? هنا فلاش بيقول لي بيتر باركر think you're pretty funny don't you freak. think you're pretty funny دي اصلها do you think you're pretty funny you are pretty funny يعني، بس حذف هنا do you عشان يوري قد ايه الطابع واخد حد الجدية وان هو بيتكلم بجد قوي. انما بقى pretty funny pretty لما تيجي مع الحاجة بتوضح قد ايه الحاجة دي جديدة. pretty funny اللي هو مضحك كفاية او ان هو شخص مرح قوي يعني. الازمه مش هنا، الازمه في الجزء الثاني من الجمله وهي don't you freak. اكيد انت وقفت عندها وسالت نفسك ايه الجمله دي. دي حاجه يا صديقي في اللغه الانجليزيه اسمها الكويستشن تاجز. الكويستشن تاجز دي اضافات بتتحط في اخر الجمل عشان تدي تاثير او طابع او معنى معين. ركز هنا فلاش بيقولها ازاي. قال له think Think you're pretty funny, don't you, freak? don't ما قالش don't، قال don't you freak. وقف ال N و T don't you freak. شكرا ليكم، ما تنساش تعمل لنا سبسكرايب في الشانل قبل ما تمشي.